السلام عليكم. طب ايه هي جلسات الاي بي ال دي؟ كلمة اي بي ال يعني انتنسيف بالس لايت، ضوء مركز على الجلد بتاعنا لتنشيط الغدد الدهنية والدمعية. جفاف العين جاي منين؟ جاي ان انا عندي المية بتاعتي قليلة او الدهون بتاعت الدموع قليلة. العلاجات القديمة كلها كنا بناخد قطرة عشان ترطيب، وده طبعا كأنه مسكن. بدأنا واحدة واحدة نتعلم، فنعرف إن في غدد عندنا، فنعرف إن في ناس مثلا عندهم أمراض مناعية، فنديهم علاجات للأمراض المناعية دي عشان ما تأثرش على الغدة بتاعة المية. عرفنا بعد كده إن في مشكلة اسمها الغدة الميبونية أو الميبوميان جلاند اللي موجودة هنا، وإن هي بتلتهب فبتأثر على الإفراز الزيتي اللي بيخلي الدموع بتاعتي متماسكة، فتبدأ الدموع تتكسر وتعمل لي أعراض جفاف العين والتهيج والالتهاب المختلف، وسميناها التهاب طرف الجفن المزمن، وعملنا عنها فيديوهات كتير قبل كده. ولو هتلاحظوا في الفيديو المثبت، اول فيديو مثبت عندي، دكتور بيعصر الغده وبيطلع دهون كتيره قوي كانت محشوره جوه الغده دي. فاحنا زمان عرفنا برضو ان احنا لما نسخن ونعمل كمادات ميه دافيه واسمه العلاج بالتسخين او الهيت ثيرابي، ده هي ممكن يطلع لي مع التعصير والمساج يطلع لي الدهون المحشوره اللي جوه الغده الدهنيه بتاعتنا. فنشأ بعد كده علاجات تعالج اصل الموضوع لاول مره، وهو الغدد، محاوله لتنشيط الغدد. فاخترعنا اختراع اسمه اي بي ال او انتنسيف بالس لايت. الضوء المركز ده بيجي بيقلل الالتهابات اللي جوه الغده، وبعدها بيسخن برضو الغده والجفن، فممكن ان احنا نعصر بطريقه اسهل ونطلع الافرازات الضاره اللي جوه الجفن بتاعنا. وكمان هي بتحاول تدي تنشيط زي كهرباء خفيفه كده للغده عشان ان هي تشتغل. ده بنجربه مع الناس اللي هم فشلت محاولات العلاج التقليدية، العلاج الدوائية، العلاجات اللي هي بتاعة التسخين والكلام ده في البيت. طب هي تفرق ايه مثلا عن التسخين في البيت؟ تفرق عن التسخين في البيت ان هي درجة حرارة دقيقة جدا اللي هي 43، اللي بتسيح لي الدهون المتراكمة جوه الجسم. احنا لما هنيجي نعملها في البيت، يا اما هعملها برد قوي فمش هتبقى فعالة، او هعملها سخنة قوي فهتحرق لي الجلد بتاعي. ليها عيب واحد بس هقوله لحضراتكم، ده انا شايفه ان هو عيب بصراحة. الحاجة التانية، في ناس كتير قوي استفادت من الموضوع ده. الدراسات بتقول 87% من الناس اللي عملوا الجلسات دي حسوا بتحسن. مفيش حاجة تقول لي من الأول والله الجلسة دي هتنفع ولا لأ. احنا بنحاول نصحي الميت، بنحاول نصحي الغدة الضامرة. في ناس بتستجيب، أغلب الناس بتستجيب، وفي ناس مش بيحسوا بفرق. فيجي بقى بعد كده، هل ليها آثار جانبية؟ لأ، ما فيهاش. ممكن شوية حرقان، شوية تورم، جفن يبقى محمر شوية بعد الجلسة. أنا شفت ناس حصل يعني كانوا بياخدوا القطرات المرطبة دي كل 5 دقايق، كل 5 دقايق. لما عملنا كورس علاجي كامل بالموضوع ده، قلل جدا استخدام القطر. مثلا يقول لي مثلا بقيت باخد القطره مرطبه مره او مرتين في اليوم. فاحنا دلوقتي عندنا سؤالين: هل هي مثلا دائمه؟ فدي لسه يعني لانه موضوع جديد، فاحنا بنشوف هل مثلا هتقعد فتره طويله قوي، يعني مش هنحتاجها غير هي مره واحده، ولا هنحتاج ان احنا نكررها؟ وهل هي هتنفع لحالتي ولا لا؟ فدي حاجه برضو احنا ما نعرفهاش. احنا بنعمل الفحص بيطمني على الغده وبيبين لي هل هي فيها ضمور ولا لا. وتقدروا تشوفوا الفيديو بتاع الفحوصات بتاع جفاف العين، انا لسه عامله قريب في مؤتمر الجمعيه الرمضاني. فملخص الموضوع، دي تقنيه حديثه لعلاج الحالات اللي كانت مش بتتعالج قبل كده بتاعه جفاف العين. العيب بتاعها بقى ايه؟ العيب بتاعها ان هي مكلفه. يعني دي جلسه الجهاز بالاف، الافات، عشرات الالافات من الدولارات او اليوروهات. وكمان في لايسنس او رخصه ان انت كل ما كل حاله هتخش تستخدم، المركز بيدفع فلوس للشركه المصنعه. فعيبها الوحيد ان هي مكلفه. لو حد ما عندوش مشكله في موضوع التكلفه وعانى معاناه شديده مع موضوع جفاف العين، ده حل من الحلول المناسبه جدا. انا جالي ناس وشباب من المملكه العربيه السعوديه خصيصا لهذا الموضوع، عملوا كورس الجلسات بتاعتهم وتوكلوا على الله. بس. ونسيت اقول لكم ان احنا بنعالج الموضوع ده بقالنا اكتر من 3 او 4 سنين، بس في ناس لسه اول مره يسمعوا عن الموضوع ده.